احنا بنشتغل ايه بالظبط؟ دايما بيبقى عندنا مشكله كبيره جدا كديفلوبرز او كناس شغاله في مجال السوفت وير ديفلوبمنت، ان احنا نفهم الناس التانيه احنا بنعمل ايه بالظبط. وده اللي بيخلي الناس يفهموا ان احنا بنعمل حاجه تانيه خالص ملهاش علاقه باللي احنا بنعمله، وبالتالي يبداوا يطلبوا مننا طلبات غريبه جدا. احنا بنعمل ايه بالظبط؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. بص يا سيدي، احنا كمبرمجين او كديفلوبرز شغلتنا الاساسيه ان احنا بنطور او بنكون برامج. في بعض البرامج ديت بيشتغل على الموبايل زي اوبر مثلا او اطلب، وفي بعض البرامج التانية بيشتغل على الويب زي الفيسبوك مثلا او سوق دوت كوم، وفي بعض البرامج التانية بيشتغل على الديسكتوب زي مثلا برنامج الفوتوشوب او مثلا برنامج الوورد والاكسل وهكذا. احنا عشان نعمل البرامج ديت بنروح نتعلم لغات برمجة اللي مخصصة لبناء البرامج ديت. فكل واحد مننا على حسب نوعية البرامج اللي بيكونها بيتعلم لغة البرمجة اللي تناسب البرامج ديت. لغات البرمجة دي مش بتبقى حاجة شفرات او حاجة غريبة، بالعكس دي بتبقى حاجة قريبة جدا للغات اللي احنا بنتكلمها. لغات البرمجة دي بتبقى الوسيط بيننا وبين الكمبيوتر ان احنا نديله اوامر، فاحنا بنديله اوامر عن طريق لغات البرمجة ديت وهو يكون البرنامج اللي احنا عايزينه. في بقى زمايلنا مختصة بشغل قواعد البيانات اللي في البرامج دي، وفي ناس زمايلنا تانية مختصة بشغل التصميم الخارجي بتاع البرامج دي، وفي ناس زمايلنا تالتة مختصة بحماية البرامج ديت من الاختراق او اي حاجة، وفي بعض زمايلنا التانيين مختصين ان هم يجربوا او يختبروا البرامج ديت قبل ما تطلع للمستخدمين العاديين، وهكذا بقى تفرعات كتيرة جدا جدا. عشان كده احنا شغلتنا ملهاش علاقة خالص ان احنا مثلا ننزل ويندوز او ان احنا مثلا نفتح سايبر او ان احنا مثلا نهاك الاكاونت بتاع الكراش بتاعك او حاجة زي كده. احنا مبرمجين وبنعمل برامج، ده اللي احنا بنعمله بالظبط. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.